طالب واحد يشتغل ب 1800 جنيه. مش عارف ايه 1800 جنيه دي بصراحه، دي في اليوم ولا في الساعه ولا في الفيتشر؟ يعني قول لنا في ايه ال 1800 جنيه دول. فلا احنا بجد احنا يعني عشان الناس هتلاقي اسعار غريبه جدا جدا. ايه اسعار مرتبات سوري عشان فعلا الواحد دخل كده في حته العبيط. مرتبات غريبه جدا 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 على السوشيال ميديا. فمالكش دعوه بالكلام ده، لاني هديكم يعني اكزامبل بسيط وده هيبين لكم الموضوع عامل ازاي. زمان المهندسين كان ليهم تقولهم، يعني المهندسين مش احنا كسوفت وير انجينيرز، المهندسين عموما، مهندس الكهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس مش عارف حاجه المدني، انا مدني. ايه، مهندس مدني. يعني المهندسين كان ليهم وضعهم وكانوا بياخدوا ارقام محترمه. بس الموضوع بدأ يفرق في ايه؟ يفرق ان مثلا شركه قالت طب ما نجرب نطلب كده مهندس ب 2000 جنيه مثلا. ده طبعا ولنفترض ان باختلاف المرتبات دلوقتي 2000 جنيه مثلا وقتها ده كان ممكن ده اقل من نص افضل مرتب، افضل مرتب موجود حاليا. المفروض المرتب الطبيعي مثلا 4 5، احنا طالبين واحد باقل من نص. وفي ناس راحت فقال لك طب ما الموضوع بيجيب، طب ما خلاص بقى نجيب بالكوبشه ونجيب لنا اتنين عبيد بالكرباج حرفيا واشتغل وهيشتغل وياخد فلوس. يعني ده بيحصل بقى، وده فعلا قلل من مرتبات المهندسين جدا. انا ليا اصحابي كتير جدا مهندسين ولحد دلوقتي الموضوع جاي عليهم بتعب وخساره ونقاشات كتير عشان المرتبات وغيره وغيره. انت عارف احنا حاليا داخلين في المرحله دي. انت عارف الازمه في حته الرواتب دي ايه؟ ان على طول في واحد بيقول ايوه، على طول في ما هي دي واحد مشكله. بيوافق. هي مشكله الواحد اللي بيوافق ده هو اللي بينزل سعر السوق. ما ده اللي كنت لسه بتكلم عليه. انت يعني في البوست اللي انا بتريق عليه ده، اللي هو واحد بيقول لك ب 1800 جنيه، في ناس داخله تكتب في الكومنتس تواصل معايا كلمني مش عارف ايه كده. انا مقدر، وبرضه عشان حد يقول لي ما انت دلوقتي واحد بقت خلاص خبره 9 سنين فانت بالنسبه لك الموضوع خلاص، لكن احنا ناس لسه في الاول وعايزين نلاقي شغل. انا مقدر الموضوع ده جدا. انا واحد بادئها من تحت قوي، من ايام لما كنت رايح انترنشيب برضه وباخد فيها رقم بسيط جدا ومش، فانا فاهم الموضوع ده ماشي ازاي. وكنت رايح اي انترنشيب والسلام. عشان كده قلت انا ما بحبش الشركه اللي انا دخلت فيها الانترن دي. هي ما مم. كانتش تعتبر انترن قد ما تعتبر جايبين واحد عبد اشتغل اتشقلب شوف انت عايز تعمل ايه لوحدك، ما كانش معايا حد. امم. فانا مش عايز حد يتعرض لنفس الموضوع ده مره تانية. انا على فكره انا اشتغلت في شركه ما، انا دايما هتقولي بتخانق عليها على لينكد ان كانستراكتور، وكنت بدفع فلوس من جيبي عشان اروح بس الشركه دي. ودلوقتي انا مش بريكومند خالص حاجه زي كده اصلا، حد يعمل حاجه زي كده، لان الموضوع بيجي عليك بخساره، بيجي عليك بوقت انت بتضيعه كان ممكن توفره في حاجه تانية. انا مش هجزم الموضوع ما جاش عليا بخساره كبيره قوي، لان انا الحمد لله بعد كده ربنا عوضني بحاجه تانية. بس مش دايما هتبقى دي الكيس. يعني احنا بنعمل اللي علينا بس مش دايما هتبقى دي الكيس. طب انا اعمل كده امتى؟ احنا في الاول قلنا اسماء شركات، طبعا مش لازم دول بس الفكره ان انا بشوف بروفايل شركه كويس.